السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في منوعات أم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. النهاردة جايبالكم فيديو من حاجة بنرميها، مش هتخطر على بالكم، بس لها فوائد كتيرة جدا. قلت لكم من حاجة بنرميها، من حاجة كنا بنرميها وما نستخدمهاش، بس نظرا للغلاء اللي احنا فيه فهنستخدم كل حاجة، لان في حاجات مهمة وفي اهم من المهم. يعني مستحضرات التجميل دي انا بالنسبة لي ملهاش اي اهمية، بس فيها ناس كتير بتستعملها وبتشتريها بفلوس كتير. فانا عملت لكم حاجة فيه بتشتروها بالغالي اهو، ويا رب تعجبكم وتطبقوها وتستفادوا منها ان شاء الله. يلا بينا نخش الفيديو ونشوف عملنا في الحاجات دي من ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم في الفيديو من الاول ان نعمل حاجات من حاجه كنا بنرميها وما كناش متوقعينها، حاجه للبشره وحاجه للجسم، ننظف جسمنا من الدهون ومن كله. الوصفتين احلى من بعض وحاجه كده ببلاش. يلا نشوف ايه ابو بلاش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم في الفيديو ان جايبه لكم فوائد قشر السفندي. هنعمل منه وصفات كتير للتخسيس وللبشره وللشعر. واللهم صل على سيدنا محمد. وهنعمل منه شاي، تشربي كده شاي منعش يفيدك. ليه بقى قشر في السفندي؟ قشر السفندي لانه بيحتوي على كثير من الفيتامينات وعلى الالياف والمعادن. فيه فيتامينات كتير اكتر كمان من اللي في السفندي نفسه. ويلا بينا نشوف ايه بقى هي الفيتامينات اللي فيه والمعادن. اللهم صل على سيدنا محمد. فيه فيتامين B6 وفي فيتامين سي. طبعا السفندي غني جدا بفيتامين سي. وفي اوميجا 3 واوميجا 6. وكمان في مواد مضادة للأكسدة ومضادات للالتهابات. وكمان قشر السفندي بيساعد الجسم على محاربة التعب والخمول، خصوصا مع الضغوط اليومية، وتحسين الدورة الدموية في الجسم، وبيدي النشاط وحيوية للجسم. سبحان الله، ده في قشر السفندي. كمان في التخسيس بيساعد على رفع معدلات الحرق وتحسين حركة الجهاز الهضمي والمساعدة في فقد الوزن. يعني في فوائد كتير جدا. ويلا بينا مع أول وصفة هنعملها من قشر السفندي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دي مية مغلية، وهنا أنا قطعت حبة من قشر السفندي اهو. هنحطه في المية المغلية دي ونسيبه يغلي حوالي 5 دقايق كده أو 10 دقايق، وبعد كده هقول لكم نعمل فيه ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شوفوا قشر السفندي بيغلي. هو انا اول ما حطيته الميه غليت عليه، شوفوا بقى لونه مصفر ازاي. هنطفي عليه بقى وننقعه في الميه ديت للصبح، وبعد كده نشوف وصفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو قشر السفندي لما غليته وقلت لكم هنقعه من بالليل للصبح، اهو نقعته. وهنا خدت منه صفيت اللي هنعمل بيه وصفتنا الاولى ان شاء الله، واقول لكم هنعمل بايه دلوقتي. وديت هنعمل بيه وصفة تانية خالص وهتكون رائعة جدا، وخليكم معايا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده اللي هنعمل منه الوصفه التانية. هنضربه في الخلاط واقول لكم هنعمل فيه ايه. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا فضيت الميه اللي غليناها من قشر السفندي في البخاخ ديت. عندك اي بخاخه فضي فيها، انا فضيته في دي كانت عندي. هنعمل بيه ايه بقى؟ التونر. طبعا انتوا بتشتروا التونر غالي جدا، والاول هعرفكم ايه هو التونر او بيستخدم في ايه. التونر ده عبارة عن سائل خفيف بيعمل على قبض المسام الواسعة وإنعاش ملمس البشرة والتقليل من الإفرازات الدهنية الموجودة بها. خلاص عرفنا التونر بيستخدم في ايه. بيسد المسام الواسعة اللي في البشرة. يعني انت بعد ما تغسلي بشرتك كده او وشك بالغسول او بالصابونة اللي انت بتستخدمها ايا كانت وتنشفيها كويس، تروحي جايبه ايه حته قطنه وترش عليها من التونر دوت وتمسحي بها وجهك. بتجيبي من عند الانف كده لبره، من اليماد ومن اليماد، يعني بتاخدي من جوه لبره كده. والقوره طبعا قورتك ووجهك كله بتعمليه بتنضفيه. فده التونر دوت بيعمل ايه بقى؟ زي ما قلنا بيقفل المسام الواسعه وبيقلل الدهون اللي في الوجه، وبيقضي كمان على حب الشباب وعلى البثور السوداء. يعني بيخليكي شمعة منورة كده زي ما بيقولوا. ودي كلها حاجة بسيطة من حاجة كنا بنرميها ما بنستخدمهاش، اللي هو قشر السفندي. ريحته جميلة وشكله جميل وهتحبيه، وحاجة ببلاش كده زي ما بيقولوا، مش هتشتريها ولا تدفع فيها فلوس زي الحاجات الغالية اللي بنشتريها من بره. أظن دلوقتي طبعا في المهم وفي الأهم. فالأهم اللي هو الأكل والشرب طبعا، وكل حاجة غالية زي ما احنا عارفين، وربنا يرحمنا يا رب برحمته. فالحاجات اللي احنا نقدر نعملها للبشرة في البيت نعملها ومش هتكلفنا أي حاجة. دي كانت وصفتنا الأولى اللي هو التونر. تعمليه من قشر السفندي، ويا رب تستفيدوا منه وتجربوه، وصدقوني مش هتندموا. يلا بينا بقى على ايه؟ على الوصفة التانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي الوصفة التانية بتاعتنا. ضربت القشر السفندي اللي انا كنت سلقاه في المية بتاعته، وشوفوه عامل ازاي. هو طعمه ممكن كتير ما يحبوش، بس زي ما بيقولوا كده الضرورات تبيح المحظورات، وزي ما قلنا حاجة ببلاش كده فلازم هنشربه ادم ببلاش، وزي ما بيقولوا ببلاش كتر منه. العصير دي الايه بقى؟ لو تقدري تشربيها الصبح على الريق يا سلام، تبقى خير وبركه، هتسدي نفسك على طول النهار. ليه؟ لان احنا قلنا قشر السفندي او السفندي وقشر السفندي في نسبه كبيره جدا من الماء من الميه ومن الالياف اللي بتعمل على التخسيس. وايه كمان؟ وبتحرق الدهون المتراكمه في الجسم. وايه كمان؟ وبتتخلص من السموم الموجودة في الجسم، وبتنظف الكبد، وبترفع المناعة، وبتزيد من النشاط والطاقة، ومقاومة جدا للبرد. ده كله فين؟ في قشر السفندي. شفتوا سبحان الله، يعني حاجة كده ببلاش ببلاش وكنا بنرميها. وكمان بيقضي على الخلايا السرطانية في الجسم وبيمنع نموها. ده في ايه؟ في قشر السفندي. بس اهم حاجة له ان هو التخسيس. التخسيس انا عاملة المشروب ده للتخسيس.
يعني المناطق اللي فيها دهون ومش قادرة ان انت تخسي، تخسسيها بأي طريقة، قشر السفندي ان شاء الله هيقدرك عليها والدهون اللي فيها. لو شربتي كوب منها الصبح وكوب بالليل قبل ما تنامي، مش هتقدري يبقى هو كوب واحد. مش هتقدري تشربيه عصير كده مضروب في الخلاط، قلنا ابشري قشر السفندي على السلطة. اللهم صل على سيدنا محمد. لو هتعرفي تاكليه كده، قشر السفندي تاكليه، كليه. المهم ان انت تاكلي قشر السفندي وبس. لو عايزه تخسي، كلي قشر سفندي. يعني ما شاء الله بتجيب نتيجه هايله جدا وفي وقت قياسي، وحاجه ببلاش كده زي ما بيقولوا، مش هندفع فيها فلوس ولا هنخسر فيها حاجه. وزي ما قلت لكم فوائد قشر السفندي، ولسه هنعمل منه حاجات تانية برضو في قشر السفندي، بس زي ما قلت لكم للتخسيس. ويا رب الوصفة تعجبكم وتستفيدوا منها ولو بحاجة، وحاجة مش هتكلفنا حاجة. زميلنا منها التونر اللي انتوا بتشتروه من بره غالي، ريحة جميلة. وهنا عملنا منها عصير للتخسيس. ويا رب تستفيدوا من الفيديو وتطلعوا منه ولو معلومة صغيرة. ولو استفدتوا منه من الفيديو ما تحرمناش من اللايك بتاعكم والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد مع فوائد قشر السفندي.